القاهرة كلية الفنون الجميلة، وبعمل حاليا وجه للتربية الفنية في وزارة التربية والتعليم لمديرية بركان. المعرض كانت باختيار مجموعة من الشخصيات الفلسطينية التاريخية، قسم كبير من التاريخية اللي متميزة في المجالات الأدبية والشعرية والثقافية بشكل عام، واللي تركت بصمة واضحة وأثر كبير في الحالة الفلسطينية، وتكريم هاي الشخصيات أو تخليدها من خلال لوحات. هاي لوحات مرسومة طبعا بالأسلوب الواقعي بألوان زيتية. الفكرة كانت إنه ينعمل مجموعة، يعني قديش بنقدر من هاي اللوحات بحيث انها تكون موسوعة فلسطينية تعرف الأجيال الحديثة بهاي الشخصيات وتبقيها في الصف الأمامي. كان في البداية إنه بحثنا عن أبرز شخصيات في المجالات الأدبية والثقافية والشعرية والروائية، فكان مثلا اختيار محمود درويش، اختيار أمير حبيبي، اختيار سميح القاسم، عبد الرحيم محمود. طبعا الشخصيات النضالية إذا بجوز ما حبيتش أدخل بهذا المجال لأن الشخصيات كثيرة، فإن شاء الله طبعا راح يتاح المجال في مرات قادمة. أختنا صورة أبو عمار، أما التركيز كان على الشخصيات الأدبية والثقافية في هذه المرحلة، يعني الغالبية الموجودة هون هي شخصيات ثقافية وأدبية وشعراء ومفكرين مثل إدوارد سعيد. يعني بعد ما شفتك وانت ترسم هيك على الجدار بس فكروها في عنصريه عند بيتي. اول مره بربح شيء، يعني انا ربحان البلد كلها بس اول مره بربح هيك رسمه حلوه عند بيتي. فالحقيقه يعني انت واحد من الناصري نعتز فيك، تحب الناصري وبتنطر الناصري، مش بالصدفه لما كنت ترسم على الجدران لو انه فيش لك انتماء لهي البلد والله ما بترسم ولا بتيجي. لاجل هيك احنا بالنسبه لنا انتوا هو احنا واحنا انتوا، يعني احنا مضبوط عايشين بالبلاد هاي بس احنا فلسطينيين، احنا بنفس البلد، اللي بصير عليكم بصير علينا واللي بصير علينا بصير عليكم. فقديش صرنا من ال 48 وقبل ال 48 وبعد ال 48 بنضلنا فلسطينيين، بنضلنا نحارب لننقذ حقنا. مش ممكن بدنا نقول فلسطينيين. احنا مزودات بنحبش نحكي بس بنفعل، والله بنحكي بس بنفعل. بدنا دولة فلسطينية راح يكون فيها دولة فلسطينية مش ممكن. ابو عمار قال لي كل مالها الفلسطينية بتخلي في قضية فلسطينية، بس كان له طلب، قال لي بدي منكم ديروا بالكم على الارض وتكتروا الخلف، فانا عملت 11 ولد. سمعتها يعني، قال لا هي حقيقة، لما زرناه انا مش يعني هي حقيقة، قال انا بديش منكم لا مظاهرات ولا ديروا بالكم على ارضكم وعلى بيتكم هاي، اما خلفوا كل ما تكتروا بتصيروا قوة. يعني اليوم احنا تصور احنا 20-22%، لو احنا 5% ما عندناش قوة زي ما احنا 22%. لما حكى هاي الكلمة كان هو مفكر لقدام كمان 100 سنة. فاهلا وسهلا فيك ببيتك، يعني هاي الصور اللي بعتز فيها كمان لانسان اللي هو عزيز على كل الشعب الفلسطيني. في كتار يمكن بيعرفوش اللي هو عمي، يعني الشاعر فرحان سلام، شاعر فلسطيني معروف، كانوا شعراء اثنين، فرحان سلام والحطيني، اللي من المجيد فرحان سلام طبعا شاعر فلسطيني اللي توفى بسوريا.
تهججوا اول مره. احنا دار سلام الاصل من المجادل، بس انا ابوي خلق بالناصر. احنا تهججنا من المجادل وهسه تهججنا كمان من اليرموك، كمان هسه شيء بالسويد وشي بمصر كمان مره تهججنا. فلاجل هيك بقول احنا رايحين نكمل بالقضيه. فالامسي مميزه. هذول الصور رايحين نعلق لك اياهم في القصر الثقافي اللي رايحين نفتتحه. امبارح افتتحنا المناقصه، وان شاء الله بشهر 10/11/2017 نفتتح القصر الثقافي بالملعب البلدي اللي هو اكبر قصر ثقافي بالشمال. عندنا هون المركز الثقافي اللي هو 270 مقعد، وهناك 750 مقعد، تكلفته ما يقارب 80 مليون شيكل. مصر بتستاهل اكثر. انا يعني قلت انه اي فنان يجي لعندي بتحداه يطلب مني، واذا انا بكونش بواجبي يجي يحاسبني. يعني فوز السعدي بحكيها بصراحه لانه ما بخافش غير من واحد، كان من المنسيين. هاي حقيقه ما كانوش يعني كان ولا، فقلنا له حبيبنا فوز يجيب كمان الفنانين كلياتهم، تعالوا عندنا علوات اعملوا جمعيه اللي انا اقدر ادعمكم، تيجوا تطالبوا شو اللي بدكم اياه مني اللي اقدر اساعدكم. وعملوا في حطينا كمان نبيل عودي اللي قاعد بتبع الامور حتى نقدر نعطيكم يعني اقل شيء ممكن. بتستاهلوا كثير. المقلق بديش اطول كثير، انه الفنانين اليوم بالقوه عايشين. احكيها على الطاوله، الفنانين بالقوه عايشين. بدل ما يكون